السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عشان تعرف انت مستهلك ولا منتج، لازم تبص على نفسك بتعمل ايه على مدار يومك. لو انت طول اليوم بتشتغل على نفسك وما بتضيعش وقتك، يبقى انت كده ماشي زي الفل. لكن لو انت ما بتعرفش يومك بيروح فين، والوقت بيسرقك كل يوم، ومفيش يوم بتتقدم خطوة عن اليوم اللي قبله، يبقى انت لازم تقف وقفة مع نفسك وتشوف انت بتعمل ايه. يبقى انت كده شخص مستهلك. كل يوم بيعدي منك من غير اي فايدة، يا اما في الاكل يا اما في اللعب يا اما في السوشيال ميديا، وما بتستفادش اي حاجة من وقتك. لو انت شخص مستهلك يبقى الفيديو ده ليك. كمل الفيديو للآخر. الموضوع كله محتاج وعي مش اكتر. لازم تعرف ان استهلاكك للحاجات دي بدون وعي مش هيقدمك خطوة لقدام. مش انا اللي هغيرك ولا الفيديو بتاعي ولا بتوع تطوير الذات كلهم. انا بديك النصيحة وبوضح لك الصورة، وانت اللي عليك التغيير. عشان تتحول من مستهلك لمنتج، لازم تغير بعض العادات السلبية اللي عندك. بمعنى ان كل الاجيال اللي طالعة متعودة تاخد الدوبامين بتاعها من مصادر رخيصة. لازم تتعود تاخد الدوبامين بتاعك من مصادر حقيقية. لازم تبدل عاداتك السلبية بعادات ايجابية. اي عادة سلبية انت بتعملها لازم توقفها فورا. لازم تفهم المشكلة اللي انت واقع فيها. الاستهلاك طول الوقت بدون وعي وبدون هدف هيخلي كل حاجة تروح من ايدك وهتندم بعدين. اغلى حاجة في ايدك هو الوقت. عشان كده لازم تعمل وقت محدد للسوشيال ميديا، نص ساعة في اليوم او ساعة، وبقية اليوم لازم تعمل فيه خطة توصلك لهدفك. ابني عادة صحية كل يوم. ابني مهارة. ما تفضلش تتفرج على الفيديو خلاص من غير تطبيق. لازم تطبق اللي بنقول عليه في الفيديو. انت لو سمعت كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب مش هتتحسن خطوة ولا تتقدم خطوة. لازم تطبق. اتعلم واشتغل على نفسك ومتضيعش وقتك، واسمع بودكاست عن مشكلتك واقرا كتب. دي هتكون بداية الانتاجية. هو ده اسمه استهلاك، بس اسمه استهلاك نشط. بعد ما تبدأ تعود دماغك على الانتاجية، بعديها تبدأ تطلع فلوس اونلاين. بعديها تبدأ تتعلم لغة جديدة. خلاص دماغك خدت على الانتاجية. انا عايزك تعمل اي حاجة تنفعك في المستقبل. اعمل محتوى، اتعلم، انتج. اهم حاجة تطلع من دور المتفرج اللي انت عايش فيه ده. عمال تستهلك وتتفرج على ناس مشاهير وتتابع ناس مشاهير وتروح حفلاتهم وهم اصلا ما يعرفوش عنك حاجة. اعمل ليست قبل ما تنام فيها كل حاجة عايز تنتجها بكرة. واوعى اول ما تصحى من النوم تمسك التليفون. كده يبقى انت قفلت يومك. اول ما تصحى من النوم تمسك الورقة اللي انت كاتبها وتشوف ايه اللي عليك النهاردة وتبدأ تشتغل فيه على طول. ابدأ في اي حاجة عايز تبدأ فيها من دلوقتي، ما تأجلش حاجة وما تستناش الوقت المناسب عشان مفيش وقت مناسب. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.